تخيل ان انا اقول لك لو خسيت 45 كيلو من جسمك في اقل من سنة انا هديك ربع مليون دولار. استنى كده ثانية واحدة. بس ما علينا بالرقم. ده فعلا التحدي اللي عمله مستر بيست مع حد من أصدقائه. قال له لو أنت خسرت 45 كيلو من أساس وزنك اللي هو 147 كيلو خلال سنة واحدة هديك 250 ألف دولار. وكالعادة مستر بيست فيديوهاته مليانة تحديات، مع كل تحدي بيعمله بيزود القيمة المالية اللي الشخص ده هياخدها. يلا بينا نراجع الفيديو ونشوف النظام التدريبي بتاعه والأكل بتاعه وكان عايش ازاي خلال الفترة دي. يلا بينا يلا بينا. اهم حاجه ما تنساش تعملي لايك وسبسكرايب، لان في بالظبط 96.6% بيتفرجوا على الفيديوهات وما بيعملوش سبسكرايب. انا مش دي تول. يلا بينا. فيديوز هنا 250 ألف دولار. ده جيم كامل، ده بيت مجهز فيه كل حاجة. إن فزت على هذا الخط الأحمر لفقدان 45 كيلوغراما سينتهي التحدي ولا تحصل على شيء. إن فقد فعلا 45 كيلوغراما فسيكون هذا أبعد تحول على الإطلاق. هذا منزلي للسنة القادمة، هذا جنوني بالفعل. ترون هذا إنها صالة رياضية 250,000. هذا الهدف ما تحتاجه لفقدان 45 كيلوغراما موجود هنا. هذا أطول تحدي قمنا به، أطول تحدي تم قيامه على الإطلاق. لم أكن أعرف الآتي بعد، ولكن مجد في هذا الفيديو لم تكن كأي شيء سبق ورصدناه. ستخلد كواحدة من أقوى القصص التي شاركناها في القناة. أنا متحمس. 364 يوما آخر. سأراكم غدا. صباح الخير، إنه اليوم الثاني. ماذا أريد بالإفطار؟ سأعد عجة بيض. بعدما كنت أتناول زبدة الفول السوداني والمربى ومشروبات الطاقة أصبحت آكل هذا. أول إفطار من بين كثير لاحقين. يلا بينا. هو تقريبا كده شكله ماشي لحد ما كيتو. حسنا، الأفضل أن أنا أبدأ بالتمرن. رايح على الانكلاين بنش، بيلعب صدر عالي واحد. بدأ يتمرن. إيه ده؟ أنا تعبت أوي. طب مريح لي شوية. وأظنه بالفعل خلد للنوم. صدمته صعوبة هذا التحدي، ولهذا جلبنا له مدربا سأعرفه عليه. هذا مدربك الخاص، المدرب وول. ستجعلني مفتول العضلات وستختفي بطني. هو المفروض تختفي بطنك يعني المفروض تختفي بطنك. يعني الراجل جايب لك مدرب، جايب لك اكل ببلاش، سبلمنتس ببلاش، مكان تتمرن فيه، عندك ملعب باسكت، عندك تراك، عندك صالة كاليستانكس، موتوسيكلات وعجل واجهزه كمبيوتر ووجبه من الكانتين اللي مش عاوزين تقربوا له ابدا وترابيزات بلياردو وبنج. لا أطيق صبرا لأراه نحيفا ومفتول العضلات. هيا. ولكن من الأمور المشوقة بهذا الفيديو هو أن مجد حاليا لا يعرف كيف يقرفص، ولكن بالنهاية سيصبح محترفا. اهبط بجسدك حتى كعبيك ثم اصعد قد لأعلى. أتغوط على نفسي. انت متخيل ان هو وزنه 147 كيلو؟ هو بيعمل سكوات حرفيا بال 147 كيلو زائد الوزن اللي الكوتش حطيته له يعني. عند فقدان 45 كيلوغراما سأكون أسعد، سيطول عمري وسأكون مع عائلتي وقتا أكثر. ابنة وابن أخي هما أهم شيء. بداية رحلة مجد البدنية كانت رائعة. ظل نشطا كل يوم. 5 جيد، أكمل. ولكن بما أننا نقيس وزنه مرة بالشهر فقط لم يكن يعلم مدى التقدم الذي أحرزه. فقدان 45. طيب هو في نقطة حابب أتكلم فيها بس بسرعة. لو أنت بادئ في رحلة النزول في الوزن ما تحاولش توزن نفسك كل يوم، ما تحاولش إلا لو أنت عادي تشوف النتيجة الصغيرة، وممكن تكون النتيجة ثابتة في يوم عن التاني والنتيجة بالجرامات، فما فيش مشكلة. لكن الأفضل إن أنت كل شهر توزن نفسك وما تبصش لنفسك كتير في المراية، عشان ده ممكن يخليك تحبط أو عينك هتتعود على شكل جسمك فمش هيخليك شايف النتيجة بصورة أحسن. 40 كيلوغراما أمر صعب، لا أعلم حتى إن فقدت أي وزن بعد. علمه المدرب الأكل الصحي لأول مرة في حياته. المدرب يطهو اليوم ويعلمني كيف أشوي. لذيذ صحيح. لذيذ جدا. الخطة التي أعدها عندنا المتدربين بيضربون بالشبشب. ايش لك المدرب إكمال 18,000 خطوة يوميا. كام كده؟ صحية لأول مرة في حياته. المدرب يطهو اليوم ويعلمني كيف أشوي. لذيذ صحيح. لذيذ جدا. الخطة التي أعدها لك المدرب إكمال 18,000 خطوة. هيمشي في اليوم 18,000 خطوة. هو في العادي ده على فكرة مش رقم كبير، الافريج ممكن بيكون من 5000 ل 10,000 خطوة لو انت بتتحرك إلى حد ما بشكل متوسط، مش بتعتمد على العربية كتير، فمش كبيرة قوي 18,000 خطوة. هو لو تمشي حوالين التراك ممكن يجيبهم مع النشاط بتاعه على سواء قرب تراك أو مشاية، فده حرفيا بيساعدك في خسارة الوزن بشكل كبير جدا أساسا، يعني من غير ما تاخد بالك. معدل النشاط لو بدأ يعلى مع شوية تمارين بتدي بوست كبيرة جدا لعملية النزول في الوزن.
يوميا أجل ورفع أثقال 5 أيام بالأسبوع صحيح. وأكل مرة 5 أيام في 2500 الأسبوع. سعر حراري في اليوم. أجل هذا سيغير 2500 سعر حراري، هياخد 2500 سعر حراري في اليوم لشخص 147 كيلو. هو قليل شوية بس المدرب بتاعه أدرى يعني في الموضوع ده. حياتي. أريد وأظن اللي فقدان أنا وزني شايفه إن هو بطريقة شبه صحية. هذا ما كيتو. كنت هو أكله بياكل ويشعرني بالشبع. هذه الوجبة بتاعته 24 جرام بروتين، 25 جرام كاربس، شكلها من البطاطا، والدهون جاية من، أنا مش عارف هو إيه اللي محطوط ده بصراحة يعني، بس شكله بيكن أو ده أومليت. أنا ده تقريبا أومليت، أوكي أومليت وعليه شيدر. نسخة جديدة أفضل من نفس السابقة. كل يوم بشهره الأول منذ استيقاظ بعد الفيديو شهر كنت تزن هيوزن 147 كيلوغراما، والآن يا في للهول. الغالب أول شهر بيكون النزول سريع جدا لأي حد بيبدأ في النزول، وخصوصا لو كان أوفر ويت، لأن معظم الوزن اللي بينزل بيبقى مية، فالنزول بيبقى عالي جدا. يعني في ناس ممكن تنزل بالعشرة وال12 كيلو، والناس ممكن توصل 15 وأرقام غريبة في شهر واحد لو هو أوفر ويت قوي لأول شهر يمسكوا دايت. ماجد مستحيل. فقدت 9 كيلوغرامات. ماذا؟ 9 كيلو، يعتبر 10 كيلو في أول 9 كيلوغرامات. أول هذا شهر. مذهل. سأضيف $1000 للجائزة الكبرى إن أديت 100 تمرين لك $100,000. مهلا. هذا استنى، أول تحدي ليه بعد 30 يوم إن هو كل عدة ضغط هياخد عليها $1000. جنوني. كتير هذا كثير. سأراك مجد جسد معنا الإصرار وحظي بمساعدة المدرب وصديقه المقرب تشاندلر. أحسنت تشاندلر. هذا أول عصير صحي أول أعده مرة في تعمل حياتي. عصير مغرفة بروتين؟ واحدة من البروتين. بسم الله ما شاء الله، ان الراجل جايب له بروتينز لذيذا. والله لو مش لذيذ، لن والله لو أكذب، مش يبدو شهي. لذيذ هشربه. انت لو فيك بروتين انت شخصيا انا هاكلك يعني. يعني ليراقب 40 تقدم جاب له صحتك دكتور يقيس له جيدة الضغط ويراقب وتحسنت قدرتك على التحمل. ويراقب استمر الصحة العامة بتاعته. طيب نصيحة هنا بعيد عن الهزار، لو انت بتبقى دايت قاسي شوية او ان انت بتحاول تنزل في الوزن وعندك القدرة ان انت تهتم بالتحاليل بتاعتك وتهتم بصحتك، تراقب الضغط والكوليسترول اول باول، فده هيكون بلس كبيرة جدا وهيساعدك ان انت تعيش فترة نزول الوزن بشكل صحي اكتر، خصوصا ان معظم الناس ممكن ضغطها يعلى من كتر التمرين، الاسترس يضرب، الكورتيزول يعلى، موضوع النزول في الوزن يبوظ، تبقى فيه لخبطة في الهرمونات، لخبطة في الغدد. ده ممكن تكون عوامل صحية كتير جدا ما تخلكش تنزل في الوزن بشكل صحي. ومنهم برضو ممكن تكون عندك مقاومة أنسولين وأنت مش عارف. ممكن تلجأ على أدوية تساعدك، نصايح من الدكتور إن هو يساعدك لو هيحطك على أدوية، أو الكوتش بتاعك إن هو يساعدك ببعض المكملات اللي هي تبقى كويسة للحالة بتاعتك. يلا نكمل إنقاص الوزن. هذا رائع. شكرا جزيلا دكتور. علي لعب كرة السلة وتأدية 20 هم تمرين بيقولوا سواعد سواعد ليه؟ والتمرن عشان ل20 دقيقة على هذا آلة التمرين. التمارين. أمر سهل. بعد أيام الراحة ظل خلينا نفست كده يوم 60 ونشوف يوم 60 قبل تمارين السواعد. هيا بنا. كم وزنك؟ بعد لا شهرين أعلم. هيبقى فلنعرف. وزنه هيا. مر أكثر من شهرين. آخر قياس لوزنك كنت تزن ده 137 كان كيلوغراما، والآن وزن مجد هو رباه. أريد أن أرى 130. يعني هو كان بادئ 147، هو نزل قدر كبير من الوزن، يعني حوالي كام، 17 كيلو. منذ بداية هذا التحدي فقدت 38% من إجمالي وزنك المستهدف. هي دي حاجة متوقعة مهلاً، جدا أين- بصراحة، ان حد، انت بتجري ليه؟ حاجة متوقعة جدا لحد معلش متوفر له كل حاجة يعني. ف تعال نكمل التحدي. هيا. سأفسر هذا بأنه في منتهى السعادة. هيا. تحدي سعيد تمرين يعني. السواعد. بس تحدي تمرين السواعد. 20 عدد هنا. ضغط. ما بوسعك فعله أيضا. مزيد؟ انظر إلى هذا، قد يذهب إلى حسابك المصرفي. هيا 25 26 27 28 31 2. المبنى سأضيفه إلى جائزتك. حسنا لا يبدو التحدي اللي جاي ان هو هيشيل فلوس ويجري بيها حوالين التراك. راكم وزنه. خسرت 23 كيلوغراما. عاش جدا، نزل 7 كيلو. رسمياً 60 نصف يوم في التحدي. 40 يوم الشهر و10 ايام دول نزل 7 كيلو. فبالنسبة ان انت كل ما بتعدي الايام في الدايت وتعدي شهور، نسبة النزول في الوزن بتبدأ تقل تدريجيا، وخصوصا برضو لو كملت دايت وبعد 6 شهور
فانت ممكن تلاقي نسبة طفيفة في الوزن. احنا هنتكلم على الملخص في اخر الفيديو، وهقول لك تعمل ايه ليك انت بالظبط، عشان التجربة دي مش اكتر تجربة واقعية. انا هقول لك كل حاجة. لو انت حرفيا زي مجد اكبر منه اقل في الوزن، انا هقول لك تعمل ايه في خلال ال6 شهور اللي جايين عشان تعمل تحدي انت مع نفسك 50% في 100 يوم. كم يبلغ مقدار المال الذي بيسعى مجد حمله؟ التحدي التاني، استنى بس كده يا معلم، ان شاء الله 40,000 دولار. 40,000 دولار. هذا من أجل في أقل من 10 خطوات عبر الخط. لقد فعلها. ارتفعت جائزة أبذل القصة. أصغر درجة. عندما بدأ مجد هذا الفيديو كان مقاسه هو اول مقاس كان 3 اكس ال ليه، وبعد كده بعد 120 يوم مقاسه بقى لارج. تهانية. بعد 10 أيام سنرى إن كنت تستطيع ركض 1.6 كيلومتر. عايز يجريه كيلو 600 متر. ياو! الوزن بعد شهر اكشفوا عن وزنه. 114 في 130 يوم. واو، 147. منذ البداية. حسنا. اول يوم المعلم ده كان بيطلع ولا كان بيقعد ثانية واحدة بس؟ ثانية واحدة. في عندك سرعة تعلق؟ من مقابل كل ثانية تتعلق فيها ماشي. سأمنحك 1000 دولار. هو في ايه يا جدعان؟ كل ثانية ب1000 دولار. يعني هو الفيديو ده انت ممكن تلاقيه مستفز، بس انت خدها بصدر راحة يبقى عادي يعني. الفلوس بتروح وتيجي، اهم حاجة صح. أصدقك. ولأن وقت تعلقك كان مريعا، أحضرت شخصا إيه يا يدرب عم؟ لاعبي كمال الأجسام ولديه جاب له جيف نيبر. يعني هو جاب لك جيف هيجيب لك مين تاني؟ هذا رائع. أنهى تحدي. نجح سأعطيك 10,000 إضافية. مستحيل. 10,000 دولار من ما انت بسم الله ما شاء الله يا جيف. تدريبية بعدين إن ليقوي هو الجزء وزنه العلوي من نزل. جسمه. أمسك هكذا كل ما الوزن ما سيساعدك. بينزل انت اوريدي لما بتلعب بعقلة او متوازي، انت حرفيا او ضغط، او انت بتلعب حرفيا بوزن جسمك. فالموضوع يعني بيكون صعب كل ما كان وزنك عالي يعني، وعضلاتك على اضعف. الارتفاع هذا واضح. سيعطيك بلعب الكثير من كورة الدعم. حسنا. بأستك ثم ومقاومة. فقط يا نهار جيف، أنا أسود. آسف. هدفي أن أنهي هذا التحدي وأن أفقد 45 كيلوغراما، وأن أظهر للعالم مدى تأثير ساتر. مدربي. أنا ده أتقن لو التعلق فلت الآن. خلال 3 في تحسين قدرته على التعلق، وهذا ليس في صالح حسابي البنكي. هذا الرجل وحش. حرارية. مع يمنعني الأكل بعد 10 مساء والنوم عند منتصف ما اكل بعد 10 مساء، ممكن ما بياكلش بعد 10 بالليل. منزل له اكل 600 سعر حراري. 3 2 1 اكشفوا الوزن. مع الجيفني ده بقى 106. يا نهار ابيض. يعني 106 هو 6 شهور نزل من 147 ل 106. كيلوغرام. ماذا؟ مستحيل. هو في نص المدة تقريبا فاضل له 6 كيلو عشان ياخد الفلوس، يعني خلال شهر واحد. إلى الخارج. اليوم سنكتشف كم من الوقت يمكنني أن أصمد. يعني هو ماشي. هيعلقه في هل الهواء أنت مستعد؟ كل ثانية 3 ب1000 دولار. 2 أصعب جزء في هذا هي الصلة التي كانت تربطني بالمدرب، صدرك إلى القلب. بل خسارة 45 كيلوغراما. أجل، لكن هذا التحدي المصغر الأخير. حسنا، إذا سنبدأ بوزنك كل يوم، هيا بنا. وحين تخسر ال 4.5 كيلوغرام التالية ينتهي الفيديو. حسن أصبح بالله جليا في 4 هذه كيلو المرحلة بعد أنه 6 على شهور. الطريق الصحيح لتحقيق وزنه المستهدف خلال الشهر القادم. بدأت ب400 مليون والآن وصلت إلى 417 ألف دولار. كان ذلك جنونيا وله يقترب أكثر حتى أصبح على بعد 200 جرام فقط من يمكن هدفه، كل وهو يوم. 100 كيلوغرام واحد. 177 يوم فاضل له 200 جرام ويبقى عندي تحت ال 100، يعني اللي هو طيب الغالب كام يوم المقربين اللي هو وحتى ديفيد خلاص ليترمان. هينزل 200 جرام. ده لو جرى وعرق وداخل الحمام شكرا نزل. يا نهار ابيض، شكله في الاول كان حاجه فظيعه. اكشفوا النتائج. خلص التحدي في 178 يوم. طيب حلو قوي. هو ده الفيديو بتاع التحدي بتاع مستر بيست. هو ممكن يكون مش واقعي لان مفيش حد هيوفر لك كل وسائل الرفاهيه دي، فتعالى ننزل لارض الواقع عشان ما نسيبكش في الفيديو ده. انت فرجنا وضحكنا وكل حاجه تمام، ولو انت كملت لحد الاخر صدقني انا بشكرك جدا، ويا ريت تعمل سبسكرايب وتنورنا على القناه، فانا هكون سعيد جدا بيك. وقولي في الكومنتات لو انت وصلت لحد هنا. انا هقول لك هنا بقى الكي او المفتاح اللي يخليك سعيد راضي بتخس بتحقق الهدف بتاعك، سواء ان انت هتخس او تزيد كتله عضليه. بس خلينا في الموضوع الخسسان لان الفيديو ده بناء على التحدي ده. اوكي
معدل النزول الطبيعي في الأسبوع الواحد بيكون 1% من وزن جسمك، يعني في الغالب بيكون نص كيلو أو كيلو من وزن جسمك في الأسبوع، يعني في الشهر ممكن نقول 4 كيلو. لو أنت أوفر ويت أوي أنت ممكن تحط رينج لنفسك من 4 ل7 كيلو. الرينج بتاعك للنزول في الوزن على مدار 6 شهور ممكن يكون من 12 ل26 كيلو. ده لو أنت شخص عادي، أنا بتكلم إن هو أنت بتاكل يوم كويس، ممكن يوم لأ، بتحاول تمشي دايت 5 أيام، في يوم بتعمل تشيت ميل. لأن الموضوع بيكون عبارة عن السعرات بتاعتك على مدار الأسبوع كله ومعدل النشاط بتاعك. فأنت إحنا مش كل يوم بنجري، مش كل يوم بنتمرن، مش كل يوم بيكون أحسن يوم لينا. فده طبيعي جدا، وده أنا عايز أعرفك إن هو ده شيء طبيعي. عشان تحسب السعرات بتاعتك الموضوع سهل جدا. وزن جسمك هتضربه في 22، تمام؟ ده ما ازاي تحسب السعرات بتاعتك في اسهل طريقه. بعدين هتنقص مثلا 400 500 سعر منها، وتقسم منها على قد ما تقدر من بروتين وكارب وفات، تمام؟ الاسم ان انت حاول تخلي اغلبيتها للبروتين، الكارب بنسبه متوسطه، الدهون برضو نفس الكلام. حاول تخلي الاكل يكون بشكل صحي. يعني صدقني الاكل بتاعنا العادي اللي احنا بناكله كل يوم هو ده اللي احنا ممكن نحوله لاكل صحي. يعني انت هتفطر بيض، هتتغدى فراخ او سمك او لحمه، مصادر البروتين كتير جدا. الدهون الصحيه عندك زبده، عندك فول سوداني، عندك زيت زيتون، الزبادي، الجبنه قريش، مصادر كتير جدا. الكارب، الرز لو عملته من غير ما تغرقه زيت او سمنه فكويس. المكرونه، عيش الشوفان، حتى ممكن تدخل عيش مادام الامعاء بتاعتك بتخدمه كويس، بس ما بفضلوش قوي. فالحل سهل شويه لو احنا قدرنا بس ان احنا نتلاعب في طريقه الطبخ ونخلي الاكل بشكل صحي اكتر، ونحاول نتغلب على فكره الجوع العاطفي. لان انت اول ما بتبدا دايت مخك بيبعت اشارات كتيره، لو انت جعان انت لازم تاكل، خصوصا قبل النوم. لو انت عندك مشاكل مع اكتئاب او بتاخد ادويه للاكتئاب بتعلي من مستقبلات السيروتونين، فخلي بالك الموضوع ده ممكن يزيد جدا. بس حط في دماغك ان انت لا، انت في هدف عايز تعمله، وحاول كل ما بتحس بالجوع انت ممكن تاكل يا اما بروتين يا اما الياف. البروتين الكتير ليه ميزه ان هو هيساعدك في عمليه حرق الدهون، ولو انت بتتمرن فهيكون فايده كبيره جدا انه هيساعدك في بناء العضلات على فتره كبيره. فحط التبس اللي انا قايلها لك دي في اللي انت عايز تعمله، نظام مناسب من الاكل اللي انت بتاكله، تنظم بس وجباتك، تحاول تثبت ميعاد الوجبات، مش شرط تثبتهم بس حاول بحيث ان انت تبقى ظبطت هرمونات الجوع والشبع بتاعتك، تخلي نسبة كبيرة من الأكل بتاعك يكون بروتين كويس مطبوخ بشكل كويس، كارب نفس الكلام، دهون نفس الكلام. تحاول تقلل من الفاست فود أو تمنعه، لأن هو بدل إنه هيكون مكلف عليك إن أنت وجبة من بره في الغالب، يعني تخش لها وجبة ماكدونالدز برقم دلوقتي ممكن تجيب لك أي حاجة تانية يعني whatever. ومع الرياضة أو الحركة، تمرين يومين 3 أيام 5 أيام ماكس لو تقدر، تبقى حاجة كويسة جدا. الحركة أهم حاجة، لأن الحركة بركة يعني من الآخر، لأن الحركة بركة من الآخر. فهي دي النقطة اللي هتخليك توصل للوزن المثالي. وشكرا ليكم جدا، وأنا آسف على الإطالة، بس أنا قلت لازم في نهاية الفيديو بتاع التحدي ده نقول حاجة مفيدة وتكون طلعت فعلا بحاجة مفيدة. ولو انت وصلت لحد هنا فانا بشكرك زياده عن الشكر اللي انا شكرته لك في الاول، فشكرا جدا. متنساش تسيب لي كومنت وقول لي وصلت لحد فين في الفيديو. سلام.